أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مريم شانيل تيفي. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشارك معكم بريوش الشهدة بوصفة أكثر من رائعة، سهلة سريعة التحضير واقتصادية في نفس الوقت. الوصفة اللي ما كنستغناش عليها في البريوش، كيجي خفيف بزاف، رطب مسفج كما غتشوفوا معايا لقهوة المساء وحتى الفطور ديال الصباح. بريوش اللي كيبقى لكم رطب لمدة طويلة بدون ثلاجة، وغادي يعجبكم ان شاء الله الا جربتوه. فإلا عجبكم فيديو اليوم خليكم معايا ومع الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وكذلك الطريقه ديال التحضير. والا كنتو كما قلت لكم اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، فضلا وليس امرا ما تنسوش ليا لايكاتكم تعليقاتكم والبارطاج كذلك. الا كانت اول مشاهده لكم فالف مرحبا، انضموا لعائلتنا، عائله قناة مريم شانيل تيفي. فعلوا زر الجرس تنبيها باش دائما توصلوا بالجديد الفيديوهات، ونبداو على بركة الله. وبالنسبة للمقادير ديال الشهدة ديالنا كما كتشوفوا معايا، غنحتاج انا لواحد 600 غرام من دقيق الفورس النوعية الممتازة اللي كنكون غربلته بطبيعة الحال. عندي هنا واحد نص كاس من سكر سنيدة. هنا كنحتاج لواحد فاني للتنسيم. عندي هنا واحد الملعقة كبيرة من الزبدة كتكون بحرارة المطبخ. غنحاول انني ندمج العناصر، يعني نحربلهم بحال الشكل ديال الصابلي، يعني كيكون داك العجين مرمل. كنحاول انني ندمج الزبدة والسكر سنيدة والدقيق مع بعضهم كما كتشوفوا معايا، يعني كنخدموا برؤوس الاصابع ديالنا. صدقوني هاد البريوش كيجي خفيف يعني وناجح 100% إلا تبعتوا الطريقة والمقادير ديرهم مضبوطين. دائما نأكد لكم على الطريقة ديال التحضير باش ينجح معكم هاد البريوش. الآن غادي نضيف عندي هنايا بيضة كاملة، غادي نضيف كذلك نص كاس من الزيت. كما شفتوا معايا انا سبقت النواشف هما الاولين، والآن عاد غنبدا في السوائل. هنا غادي نحتاج عندي واحد معلقة كبيرة من الخميرة ديال الخبز اولا الخميرة الطرية، يعني بغيتو هادي اولا الاخرى. غادي نحتاج لواحد الكيس من الخميرة ديال الحلويات بوزن 8 غرام. وعندي هنا واحد الكاس ديال الحليب اللي كنكون دفيته بطبيعة الحال. هنا كيكون عندي الحليب دافي. كما شفتوا غنحاول انني نمزج الكل جيدا. انا بامكانكم انكم تضيفوا واحد الكاس ديال الماء دافي، يعني الا ما قدكمش الحليب. كما غتشوفوا معايا كنحاول انني ندمج الكل وكنضيف الحليب تدريجيا. كما قلت لكم الحليب عندي هنا راه دافي كما كتشوفوا. في الاخير غتخليوكم معايا باش غادي نقول لكم السر اللي كيخلي هاد البريوش ديالنا كيجي ناجح 100%. وهنا كما شفتوا معايا الغزالات ديالي بعد ما جمعت العجين ديالنا، كنأكد انه العجين خاصو يكون خفيف بطبيعة الحال، يعني يكون قريب ديال السفنج. هنا غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي كما كتشوفوا معايا. كنحاول انني نغطيها يعني باش ما يدخلش ليها الهواء، وغادي نخليها تقريبا واحد من 30 حتى ل 35 دقيقة، يعني تخمر لينا مزيان داك البريوش اولا داك العجين ديالنا. كنحاول ان نغطيها بواحد المنديل كما شفتوا ونخليها في مكان اللي يكون دافئ. وهنا الغزالات ديالي كما كتشوفوا معايا بعد ما دازت 35 دقيقة يعني اختمر العجين ديالنا كما شفتوا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كيكون الشكل ديالو على هذا القوام. هنا كناخذ واحد جبانه كنعمل فيها الزيت وكندهن اليدين ديالي كما شفتوا. كنحاول ان نخرج داك الهواء يعني من العجين. دائما كما قلت لكم ما تنسوش انكم دهنوا يديكم يعني بالزيت باش ما يلتصقش لكم داك العجين. شفتوا كيجي داك العجين يعني رخو، يعني شبيه بالعجين ديال الاسفنج. شفتوا يعني كنبقى مستمره بحال هكا يعني حتى كنخرج داك الهواء من العجين. شفتوا
كما قلت لكم الان غادي نبدا في العمليه ديال انني غادي نشكل هذا العجين منها كويرات. كما قلت لكم انا هنا غادي ناخذ يعني قطع من الشوكولا ونعمل منها كويره اللي كتكون بحجم متوسط. ما تنساوش ان راه فيهم الخميره يعني كيزيدوا ينتفخوا اكثر ملي كندخلوهم الفران، وباقي نعاود غادي ينتفخوا وغادي يخمروا عاود بعد ما نكملوا العجين ديالنا. هانتوما شفتوا معايا كنحاول انني دائما ندهن اليدين ديالي بالزيت ونشكل منها كويره ونعمل قطعه ديال الشكلاط. بغيتو تستعملوا هاد الشكلاط يعني على حسب النوعيه او الحبيبات، يعني كيبقى اختياري وحسب المتوفر عند كل سيده. دائما كما كنقول لكم هانتوما شفتوا معايا كنشكلهم كويرات كيكونوا بحجم متساوي، وبطبيعه الحال كنحطهم في اللاطه اللي كتكون مدهونه بالزيت. هنا كما كتشوفوا معايا بعد ما كملت التشكال ديال الكويرات ديالنا اولا البريوش ديالنا غادي نغطيهم ونخليهم يختمروا حوالي واحد 10 ديال الدقائق. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما خمر البريوش ديالنا هنا عندي اصفر بيضه كامله وعندي القليل من الحليب وقطرات من الخل. هاد الخليط كيخلي البريوش ديالنا اولا الشهده كيعطي واحد اللمعان وواحد اللون يعني كيكون ذهبي. هنا كما غتشوفوا معايا غادي ندهن البريوش ديالنا، وفي هاد الاثناء انا كنكون عملت الفران ديالنا كيسخن كما كتشوفوا. كنحاول انني ندهن الكويرات ديالنا يعني جيدا، يعني كنتمنى انكم تتبعوا الطريقه كيف ما هي طريقه التحضير ولا العناصر ولا المقادير بطبيعه الحال يكون الكل كما قلت لكم مضبوط باش ننجح معكم هذا البريوش. صدقوني يعني بريوش كيجي هائل كما تنقولوا ديال تحميره الوجه. هانتوما شوفوا معايا الان بعد ما كملت الدهن ديال البريوش ديالنا غادي ندخلها الفران ونتلاقى انا وياكم ان شاء الله في الشكل النهائي. خليكم معايا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش الشهده اللي حضرت معكم اليوم، الوصفه المعتمده عندي اللي كتجي اكثر من رائعه. لاحظوا معايا كيجي مسفج ماشي معجن نهائيا، لانه كما قلت لكم السر اللي قلت لكم قبيله خليكم معايا حتى تعرفوه هو الزبده. الدور ديالها هو انها كتعطينا داك الرطوبه للشهده ديالنا وكتجي الشهده مسفجه كما كتشوفوا معايا هانتوما عن قرب. انا غنحاول انني نقطعها قدامكم وكتصبر معنا مده طويله. ضروري كما قلت لكم كيف العاده نقطع معكم قطعه باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها والقوام ديال البريوش كيجي ناجح جدا جدا وبطبيعه الحال 100%. كما قلت لكم الناس اللي سبق لهم جربوا هذه الوصفه راه مضمونه بالنسبه لكميه الدقيق عاده كتكون مضبوطه. الا شفتوه خفيف بطبيعه الحال يعني بامكانكم انكم تضيفوا معلقه ديال الدقيق يعني لا باس به. كما كتلاحظوا معايا القوام ديالو كيجي اسفنجي هذا البريوش كيبقى لكم حتى 3 ايام بدون ثلاجه، غير غطوه مزيان بالبلاستيك الغذائي. الا عجبتكم الوصفه اليوم ما تنسوش تخليوا لي لايك للتشجيع وتشاركوا الوصفه مع الاهل والاحباب والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. الا كنتم من الناس اللي اول مره كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى فدائما ادعوكم للاشتراك وابوني سبسكرايب اللي تحت من القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده واقتصاديه كتكون سهله في التحضير بطبيعه الحال وغير مكلفه. الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.